الكلام ده لو صح فاحنا حرفيا بنقابل قصادنا علامات الساعة الكبرى. اللي قدامك دلوقتي دي سماح، عندها 26 سنة، من محافظة قنا. ست من بره يبان شكلها عادي، ولكن تفكيرها الحقيقة غلب شياطين كتير. والجملة اللي هتفضل معلقة معاك من ناحية سماح دي طول ما انت بتشوف الحلقة: يستحيل تكون دي بني ادم. واللي قدامكم التاني ده رافض جوزها، كل اللي بيعمله في حياته هو انه بيجري على اكل عيشه علشان يأمن مستقبله ومستقبل عياله. سماح في يوم وليلة قررت انها تخلص من جوزها ده علشان عاشقها. ومش دي المشكلة، المشكلة الأكبر بالنسبة لسماح دي إن ولادها هيبقوا عبء كبير عليها بعد موت جوزها. وعشان كده صديقي قررت إنها تدفنهم هما الأربعة في قبر واحد. ولما تعرف وتفهم هي عملت كده ازاي، هتعرف اننا حرفيا بنستأذن ندخل جوه عقل شيطان بس على هيئة ست. اللي قدامكم دي مش سماح، دي حرفيا أسوأ من الشياطين. قبل ما نبدأ يا صديقي وكالعادة ما تنساش اللايك بتاعك والمشاركة. يلا بينا. قصتنا بتبدأ سنة 2012 في إحدى قرى محافظة قنا، وبطلها هو رأفت. وده كان شاب مكافح وبسيط، محبوب ومن عيلة وناس محترمين جدا. كان شغال موظف في السكة الحديد، وراجل ماشي جنب الحيط وبيبني نفسه بنفسه. وربنا بيبدأ يكرمه لما بيوصل لسن ال 25 سنة، وبيقدر إنه يجهز شقته علشان خاطر يتجوز فيها. والاختيار هنا وقع على بنت من منطقته كان اسمها سماح، واللي كان عندها في الوقت ده 18 سنة. كانت عيلتها شبه عيلة رافت، ناس كويسين ومحترمين وماشيين في حالهم. وكل الناس الحقيقة كانت في المنطقة دي بتشكر فيها وفي عيلتها. وده اللي خلى رافت خلاص ياخد القرار ويروح يخطبها. رغم ان فيكم ناس دلوقتي ممكن يشوفوا ان اصلا يعني فرق السن كبير، ولكن في القرى وفي الصعيد الموضوع بيمشي وعادي يعني. وفعلا يا سيدي اهلها بيوافقوا، وفي خلال سنة واحدة بس بيكونوا متجوزين. وبعد الجواز حياتهم كانت هادية وبسيطة وكانت كويسة جدا. اي نعم كانت في مشاكل، بس مشاكل عادية يعني كعادة اول سنة جواز. وتمر اول سنة جواز يا صديقي وربنا يرزقهم باول مولود، وكانت الحياة عندهم مستقرة وهادية وماشية تمام. وخلال الكام سنة اللي بعدهم ربنا يرزقهم بطفلين كمان. وبكده يا صديقي يكون مجموعة اطفالهم ولدين وبنت. وطبعا زي ما هو متوقع المصاريف زادت كتير جدا على رأفت، ولكن برضه ربنا كان كرمه وكان قادر انه يكفي بيته وعياله. وطبيعة شغل رافت كان بينزل الصبح بدري وكان بيرجع في اخر اليوم، واحيانا برضه كان بيبات بره البيت. بس ده طبعا كان في اوقات قليلة، ولكن مراته بصراحة عمرها ما علقت على ده ولا اشتكت، او ده اللي كان ظاهر يعني. ولكن سماح كانت دماغها في حتة تانية. كان جواها دايما احساس انها مش مبسوطة، على الرغم انها عايشة حياة تتحسد عليها. ولكن دايما هي كانت شايفة من جواها انها تستحق الافضل. وربنا يكفينا ويكفيكم شر الطماع. وتستمر الحياة الهادية دي لحد ما بنوصل مع بعض لسنة 2019. وفي يوم من الايام يا صديقي وهي ماشية في الشارع بتقابل واحد قريبها من بعيد، وكان اسمه محمد ده بقى كان شغال سواق، وكان عنده عربية ملك. وللعلم يعني محمد ده ما كانش قريبها من بعيد وبس، لا ده كان بينهم علاقة حب من وهم صغيرين. وطبعا يا صديقي بمجرد ما العين جت في العين القلب الحزين افتكر ايام ولياليه، والحب ولع في الذرة. وصوت عمرو دياب على طول اشتغل معانا في الخلفية. وطبعا يا صديقي الاتنين اتكلموا، وكلمة منها على كلمة منه. المهم يعني قال لها انا شايف في عينيك نظرة حزن. ردت عليه وقالت له طول عمرك حساسة يا محاميحو. وطبعا بعد ما الكلام اخد بعضه واخدوا ارقام بعض طبعا علشان هو يصحيها تصلي الفجر، سماح اول ما سابته وروحت البيت قررت انها مش هترن عليه ومش هتكلمه تاني. كان طبعا جواها احساس انها بتخون جوزها. ما هو ازاي ست متجوزة تتكلم مع حد غريب حتى لو كان يعني من قرايبها او تعرفه من زمان. شاطرة يا بت يا سماح، حافظة على بيتك وجوزك يا بت وصونيه. وفعلا يا صديقي سماح صنت العشرة وحافظت على جوزها لمدة يوم واحد بس، لان من تاني يوم على طول سماح كانت متصلة بمحمد. وبدأت الحكاية من هنا. في الاول الموضوع كان مجرد كلام، وكلام جاب كلام لحد ما محمد طلب ان هو يشوفها. ولكن سماح رفضت الطلب ده وقالت له خلينا كده وبس. ولكن مع الزنة يا صديقي وافقت. ومش بس كده، دي طلبت انه بلاش يقابلها في الشارع لانه ممكن بكل سهولة حد يشوفهم.
اضمن طبعا انه يجيلها على البيت بعد ما جوزها ينزل شغله، وهي كده كده يعني هتعرف تتصرف مع الاولاد وتسربهم في اي حته. خرب بيت امك يا سماح. ده مش يخرب بيت الشيطان، ده يخرب بيت امي. المهم انهم فعلا عملوا كده، ومحمد بدأ يجيلها البيت. وطبعا يعني مش محتاج اقول لكم ان الموضوع ده ما كانش مجرد قعده بريئه، هي مش هتسرب العيال يعني عشان يتفرجوا على التلفزيون، وضروري يعني يحصل اللي جه في دماغكم دلوقتي. محمد يا صديقي دخل اوضه نوم رافض في غيابه، وبعد ما خلصوا خلاص عملتهم السودا دي، سماح طبعا حست بالندم وطلبت من محمد ان اللي حصل ده ما يتكررش تاني، وان دي هتبقى اول واخر مره يشوفوا بعض فيها، ولكن ده ما حصلش. والمقابلات اللي بين محمد وسماح اتكررت من بعدها كتير، لدرجه ان الحوار ده بقى شيء اساسي من حياتها، وده طبعا خلى في برود كده غريب بينها وبين جوزها. رافت على فكره بدا يحس ان في حاجه غريبه، ولكن برضو اللي جه في دماغه في وقتها انه ممكن يكون البرود اللي بينهم ده بسبب ضغط البيت والعيال، ما هي برضو بتربي 3 اطفال لوحدها. المهم يا صديقي ان العلاقه اللي بين محمد وسماح دي مر عليها حوالي 7 شهور، ومحمد بدأ يظهر وبدأ يحشر نفسه في حياتها اكتر، ما هو خلاص بقى اتعلق بيها وما بقاش قادر انه يبعد عنها. وسماح طبعا كانت موافقة على طول على ده، وبدأ محمد كمان يظهر قدام جوزها على اعتبار ان ده واحد قريبها كان مسافر بره مصر ولسه راجع. في البداية رأفت رحب بيه، وكمان الاولاد كانوا فرحانين جدا بوجوده، ولكن بعد فترة معينة رأفت بدأ يلاحظ ان تصرفات محمد مع سماح ما كانتش طبيعية، ده غير كمان طريقة سماح اللي كان دايما فيها تقليل من رأفت قدام محمد. المهم يعني انه قعد معاها وواجهها بالشكوك دي، وهنا بقى سماح قلبت الدنيا، ازاي يعني يشك فيها ومع مين؟ مع محمد. وللأسف يعني دخلت عليه وصدقها، ولكن هو طلب منها ان محمد ده ما يدخلش البيت تاني. المسكين في الوقت ده ما كانش يعرف ان المعلم محمد كان واخد شقة ايجار في منطقة بعيدة عنهم شوية، وطبعا كانوا بيتقابلوا في الشقة دي بانتظام طول ما رأفت في الشغل، وكانوا عايشين في الشقة دي يا معلم ولا المتجوزين. المهم يعني ان سماح تاني يوم تروح تقعد مع محمد وتحكي له على الخناقة اللي دارت بينها وبين جوزها، وانه بدأ يشك فيها، وبكده يا معلم بقى خطر عليهم، ده غير ان في احتمالية كبيرة ان رأفت يكون بيراقبهم في الوقت ده، وعشان كده سماح طلبت منه انهم لازم ينهوا العلاقة خالص. محمد طبعا رفض الموضوع وقال لها لا، احنا مش هننهي العلاقة، احنا هنخلص من جديد. والمفاجأة المتوقعة طبعا ان سماح ما كانش عندها اي مشكلة انها تخلص من جوزها، هي بس كانت شايلة هم الولاد، هي ما كانش عندها اي استعداد انها تشيل مسؤولية العيال دي بعد ما ابوهم يموت. وكانت الخطة يا صديقي انهم لازم يتخلصوا من الاربعة ويبدأوا هما الاتنين بعدها في التفكير في خطتهم الشيطانية دي، ولحد ما تظهر لهم مفاجأة لا على بال ولا على خاطر. سماح يا معلم طلعت حامل، ايوه زي ما بقولك كده، سماح طلعت حامل. المشكلة دلوقتي ان انا وانت وسماح ومحمد وكلنا عارفين ان الواد اللي في بطن سماح ده مش ابن رافت، واللي كان حق الرافت انه يشك طبعا لانه تقريبا يعني ما كانش بيقرب لها اخر فترة. ولكن الغريب ان رافت ما اتكلمش ولا خد اي ردة فعل لحد الولادة. وشوف يا اخي الجبروت ان طول فترة الحمل وفيما بعدها كمان كانت العلاقة بين محمد وسماح ماشية زي ما هي. المهم يعني ان سماح خلفت بنت، وهنا رأفت قرر انه ياخد اول ردة فعل، وده لما راح لسماح وفاجئها ان هو عايز يعمل للبنت دي تحليل DNA. والدنيا هنا يا صديقي قامت ووصلت للاهل كمان، ولكن بعد ما الموضوع وصل للاهل رأفت كان برضه مصر على موقفه ان هو يعمل التحليل ده. وكانت المفاجأة بقى يا معلم نتيجة التحليل ده تثبت ان البنت دي بنت رأفت، ويشاء ربك يا مؤمن ان هو يستر على سماح ويديها فرصة تانية. ولكن نقول ايه بقى، ديل الكلب عمره ما بيتعدل، وتفضل العلاقة اللي ما بين محمد وسماح دي مستمرة زي ما هي، ولحد ما بيعدي سنة على الموضوع ده، لحد ما محمد بيقول لها انه خلاص كده كفاية، احنا لازم نخلص من رأفت. ولكن سماح رفضت، وده مش علشان خاطر ضميرها صح ولا حاجة، دي ما عندهاش ضمير اصلا، ولكن علشان الخطة بتاعت محمد دي كانت ضعيفة وهتبوظ. قالت له احنا لازم نفكر في حاجة تبعدنا انا وانت عن الشبهات. وقعدوا يا صديقي يفكروا هما الاتنين لحد ما وصلوا لفكرة جهنمية. بداية الخطة عند محمد اللي هيسافر للقاهرة عشان يشتري
تم كلاب، على اعتبار يعني ان عنده كلب عمال بيتوجع وعايز يرحمه، وسر السفر للقاهرة علشان يكون بعيد تماما عن المنطقة دي، وبكده يا معلم يكون صعب قوي ان حد يمشي وراه او يعرف هو بيعمل ايه. الجزء الباقي بقى من الخطة ده كان بتاع سماح. الخطة بتقول ان سماح هتقول لجوزها ان البنت الصغيرة دي تعبانة ولازم نروح نكشف عليها. طبعا رافت هياخد مراته والعيال لانه طبعا مش هيسيب عياله الصغيرين دول في البيت، ياخدوهم وهيروح على العيادة علشان خاطر البنت. وهناك سماح بتطلع بالبنت علشان تحجز، ومحمد بيكون مستنيها فوق، بتاخد منه 4 علب عصير فيهم وبتنزل بعد ما بتحجز، وبتنزل على طول بتبلغ رافت ان قدامهم ساعة في الانتظار، ووقتها بتديلهم ال4 علب عصير عشان خاطر الحر. وبعدها على طول سماح بتسيبهم يشربوا وبتطلع تاني للعيادة. وما يعديش ربع ساعة صديقي الا وكان بيجيلها الخبر اللي هي كانت مستنياه. رافت بيرن عليها وبيقول لها انه تعبان ودايخ، ده غير ولاده ال3 اللي مرمين ومغمى عليهم. وبتنزل سماح بسرعة لتحت وكأنها ما تعرفش اي حاجة. وبعدها الناس بتتلم في الشارع وبتكلم الاسعاف اللي بتيجي وبتنقل ال4. للاسف يعني ال3 اطفال دول بيوصلوا ميتين للمستشفى لان جرعة كانت كبيرة عليهم، ولكن رافت بيوصل مغمى عليه ولحسن حظه بيفضل عايش وبيتنقل للعناية المركزة. طبعا سماح قالت للدكاترة انهم شربوا عصير ولكن شكله كان فاسد، ولكن الدكاترة ما بيدخلش عليهم الكلام ده، وكانوا شاكين ان دي حالة تسمم، وعشان كده بلغوا الشرطة لان الموضوع كده فيه شبهة جنائية. ومفيش نص ساعة بالظبط وبتوصل الشرطة، واول ما الشرطة بتبص على ال3 جدد دي بتتأكد ان الموضوع ده فيه شبهة جنائية. وطبعا يعني منظر سماح اللي كانت قاعدة قدامهم دي مش منظر واحدة خسرت ال3 عيالها وجوزها بين الحياة والموت، دي لو فريقها خسر ماتش كورة هتتأثر اكتر من كده. وبعد التحليل مبدئي ال3 اطفال دول بيتنقلوا للطب الشرعي علشان يتحدد سبب الوفاة. وسماح بعدها بتروح على البيت ومعاها اهل جوزها واهلها، ما كانش في اي حد منهم مستوعب اللي بيحصل. في الوقت ده معلم محمد كان راكب اول عربية ومسافر على القاهرة. طبعا يعني لازم يختفي من المشهد دلوقتي تماما. الشرطة بعدها بتبدأ تعمل تحرياتها علشان تشوف شغلها، واول حاجة عملتها الشرطة هي تجميع ادلة الجريمة. ومن تفريغ كاميرات المراقبة اللي موجودة في المنطقة اللي فيها العيادة، بيلاحظوا في كاميرات المراقبة ان سماح نزلت الشارع وادت العصير ده لجوزها وعيالها، ولكن هي ما شربتش معاهم، بالرغم كمان انها في التحقيق قالت انها شربت معاهم. ده غير انهم كمان لاحظوا حاجة مهمة، وهي ان سماح بعد ما عرفت ان جوزها وعيالها اتنقلوا على المستشفى وهي نازلة من العيادة كانت نازلة بهدوء. يا مؤمن دي كانت شبه انها كانت بتضحك على السلم، وده مش تصرف طبيعي تماما. يعني ما هو ازاي ده شكل واحدة يبقى جوزها وعيالها اتنقلوا للمستشفى دلوقتي؟ وبعدها على طول بيطلع تقرير الطب الشرعي اللي بيأكد ان الاولاد دول ماتوا من العصير، وان كان في العصير ده كمية كانت مخصصة للحيوانات. وشوف حكمة ربك يا اخي، العلبة اللي شرب منها رافت كان كمية اللي فيها اقل، وعشان كده ما ماتش في ساعتها. المهم يعني ان رجالة المباحث جمعوا كل الادلة والتحريات عن سماح دي، وبعد فترة اكتشفوا انها على علاقة بواحد اسمه محمد، وجابوا كمان صورته، وبيكتشفوا ان محمد ظهر في كاميرات المراقبة وهو بيدخل نفس العيادة. وفي اليوم ده محمد وصل قبل سماح وجوزها بدقايق، وهنا بقى بيتم استدعاء سماح للتحقيق معاها للمرة التانية. وبمجرد ما بتخش على ضابط المباحث بيبان عليها التوتر، وده لانها ما كانتش متوقعة ان ممكن حد يكشف الخطة دي وبالسهولة دي كمان. ولما بيتم مواجهتها بكل الادلة دي بتنهار سماح وبتعترف بكل حاجة. والمفاجأة بقى اللي كانت في التحقيقات ان سماح حطت لجوزها في الاكل اكتر من مرة، ولكن سبحان الله ربنا نجده منها اكتر من مرة لان كمية برضه كانت قليلة، وانه في كل مرة كان بيتنقل للمستشفى وكان بيتلحق برضه. والسؤال اللي انا وانت نفسي نسأله دلوقتي، ايه اللي يخلي رافت يسكت اصلا على كل ده؟ المهم يعني انه اتعمل تتبع لمحمد للمكان اللي هو هربان فيه واتقبض عليه فعلا، وتم القبض عليه من المكان اللي هو كان هربان فيه وترحل على محافظة قنا. ومحمد بعدها برضه اعترف بكل حاجة، والقضية اتحولت من النيابة للمحكمة، وزي ما هو متوقع اتحكم عليهم هما الاتنين بحبل المشنقة، عشان دي تكون نهاية واحدة خاينة جوزها صبر عليها اكتر من مرة وربنا ادالها اكتر من فرصة
فرصة انها تتوب، واختارت برضه طريق الشيطان وضحت بالغالي والرخيص من اجل علاقة محرمة، وكانت السبب في النهاية البشعة دي لكل الاطراف. وسؤال الحلقة بقى اللي احنا متعودين عليه، كم مرة اتذكر اسم سماح؟ هستنى كومنتاتكم تحت الفيديو واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله من برنامج النباش. وادعولي عشان انا تعبان شوية، ادعولي كده بالشفاء يا رب، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله من برنامج النباش. شوفوا الشوكة على خير.